السلام عليكم خوتي وخواتاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة اللي غادي نهضروا فيها على موضوع مهم بزاف وكيمس كل واحد فينا بشكل مباشر أو غير مباشر: العقار في المغرب 2025، المشاكل اللي كيعاني منها والحلول اللي ممكن نلقاوها. اليوم غادي نفتح واحد الملف اللي بصراحة بقى غامض ومليان علامات استفهام. العقار في المغرب ولا كيتحول لصداع راس عند الملايين، شباب باغي يشريو ما لاقيش، عائلات بغاو يسكنوا ما لقاوش الحل، ناس تستثمروا وتحرقوا، والجاليه اللي كتفكر تستثمر في بلادها كتلقى عراقيل بالجمله. ودابا السؤال الكبير اللي كيطرح راسو: علاش اسعار العقار غاليه بزاف مقارنه مع الدخل ديال المواطن؟ علاش القوانين بقاو معقدين وصعيبين؟ وعلاش الشباب المغربي فقد الامل في امتلاك سكن؟ وقبل ما نبداو ندخلوا في التفاصيل، بغيت نعرف رايكم. شنو اكبر مشكل كتشوفوه في العقار عندنا؟ الثمن، القانون، ولا شي حاجه اخرى؟ كتبوه ليا في التعاليق تحت. خليونا دابا نغوصوا شويه في العالم ديال العقار ونشخصوا الواقع. منين جاو هاد المشاكل؟ كيفاش وصلنا لهاد الوضع؟ وشنو الارقام اللي كتعكس الحقيقه؟ أول حاجة خاصنا نهضروا عليها هي الأسعار ديال العقار في المغرب. اليوم في 2025 الثمن ديال الشقة ولا الدار ما بقاش كيتناسبش مع الدخل ديال المواطن. مثلا في مدن كبار بحال الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، شقة صغيرة كتفوت بسهولة 70 مليون سنتيم، في حين اللي الحد الأدنى للأجور كيوصل غير 3200 درهم. يعني إلا شاب مغربي بغى يجمع فلوس باش يشري شقة، خاصو يخدم 20 ل 25 عام بلا ما يصرف والو. وهنا كيبان لينا واحد التناقض خطير: الثمن طالع والقدرة الشرائية نازلة. المشكل الثاني اللي كيعاني منه المغاربة هو التعقيدات القانونية والإدارية. القوانين اللي كتحكم العقار في المغرب باقا معقدة بزاف، من التسجيل في المحافظة العقارية، الإجراءات في المحكمة، الوراق اللي خاصها وقت طويل. والأخطر من هادشي كامل هو الغش اللي كاين في بعض المشاريع. ناس شراو شقق وبقاو عالقين سنين طويلة حيت المشروع ما كملش. أما بالنسبة للقروض البنكية، فهاد الملف حتى هو كيخلق معاناة كبيرة. البنوك كتقول للمواطنين ها قروض السكن متوفرة، ولكن ملي كتمشي تسول كتلقى الفوائد طالعين بزاف. كاينين عائلات اللي شراو شقق ب50 مليون، ولكن ملي كيساليو مع البنك كيلقاو راسهم خلصوا أكثر من 100 مليون. ما نساوش واحد الفئة اللي كتعاني بزاف في هذا المجال: الجالية المغربية بالخارج. هاد الناس باغيين يستثمروا في بلادهم، ولكن كيلقاو مشاكل كبيرة، من النصب للتعقيدات الإدارية حتى الغياب الشفافية. بزاف منهم كيحكي تجارب مرة، حول فلوس المقاول وبقى كيتسنى حتى مشات الفلوس بلا نتيجة. وخا نحاولوا نفسروا، الواقع كيبقى أقوى من أي كلام. بغيت نطرح عليكم سؤال مباشر: واش كظنوا أن العقار في المغرب غادي يبقى غير للناس اللي عندهم الفلوس بزاف، ولا ممكن الدولة دير حلول حقيقية؟ جاوبوني في التعاليق، رأيكم كيهمنا بزاف. في هاد اللحظة خاصنا نوقفوا شوية ونشوفوا أمثلة واقعية، قصص ناس عايشين وسط هاد المشاكل باش الصورة تكون واضحة أكتر. باش ما نبقاوش نهضروا غير بالأرقام والتحليلات، خليني نشارك معكم بعض القصص الواقعية اللي كيعيشوها المغاربة يوميا في العقار. القصة الأولى: مشروع واقف في الدار البيضاء. واحد الشاب سميتو يوسف، موظف بسيط، قرر يشري شقة في واحد الإقامة في الدار البيضاء. دفع العربون ومن بعد بدا كيصيفط الدفعات وحدة بوحدة. المشروع كان خاصو يتسلم في 2022، واليوم احنا في 2025 ومازال المشروع واقف. يوسف كيخلص الكرا وفي نفس الوقت كيخلص القروض اللي خدا من البنكة، وما عارفش واش غادي يشوف داك الشقة ولا لا. القصة الثانية: الجالية والنصب. خديجة، مغربية عايشة في اسبانيا، كانت باغا تستثمر في بلادها. خدت المقاول على ثقة وعطت ليه تقريبا 40 مليون سنتيم باش يبني ليها دار في القرية. ولكن المفاجأة، المقاول هرب بالفلوس، وخديجة لقات راسها غريبة وسط الإدارات كتجري ورا الوراق والمحاكم. القصة ديالها ماشي حالة معزولة، ولكن آلاف المغاربة اللي كيتعرضوا للنصب حيت ما كاينش مراقبة كافية. القصة التاسعة: الأسعار الخيالية. سعيد وزوجته عايشين في كازا، قرروا يشوفوا شقة صغيرة باش يسكنوا فيها. ملي مشاو عند واحد الوكالة العقارية تفاجئوا أن شقة 70 متر
الثمن ديالها 80 مليون سنتيم. سعيد كيقول بهذا الثمن نقدر نشري دار في اسبانيا ونعيش مرتاح. علاش بلادي ولات غالية بهذا الشكل؟ القصة الرابعة، القوانين المعقدة. الحاج عبد السلام راجل كبير في العمر، ولات واحد الأرض في دوار قريب لمراكش، بغى يسجلها في المحافظة العقارية باش يقسمها على ولادو، ولكن ملي دخل في الإجراءات لقى أن العملية طويلة ومعقدة، خصو يدير المسح الطوبوغرافي وخص شهادة الملكية وخص الموافقة من عدة مصالح. قالها بلسانو غادي نموت ومازال الأرض ما تسجلاتش. دابا بغيت نسمع منكم نتوما، واش عندكم قصص بحال هادو؟ واش شي واحد من عائلتكم تعرض للنصب أو عنده مشاكل مع العقار؟ كتبوا لينا في التعاليق، حيت التجارب ديالكم كتعكس الواقع أكثر من أي تقرير. بعد ما شفنا هاد الأمثلة اللي كتقطع القلب، خاصنا دابا ننتقلوا للجزء الرابع، المستجدات القانونية والرسمية اللي كاينة في المغرب في مجال العقار سنة 2025. العقار في المغرب ماشي غير تجارة أو سكن، هو ميدان كيحكم فيه القانون والدولة بشكل كبير. وفي 2025 كانت بزاف ديال التغييرات اللي خاص المغاربة يعرفوها. مدونة التعمير الجديدة، الحكومة صادقت على تعديلات مهمة في مدونة التعمير. شنو كيعني هاد الشيء؟ أي واحد بغى يبني خاصو يكون عنده رخصة واضحة، ما بقاتش قضية غدا الطرف ولا ديرو بعدين صلح. أي مخالفة غادي تجر معاك غرامات قاسية وكاين حتى الهدم. هاد النقطة مهمة بزاف للناس اللي بغاو يبنيو بلا تراخيص. رقمنة الخدمات، وزارة الإسكان خرجت واحد البرنامج جديد كيدعو للرقمنة، يعني العقود، الشهادات والمحافظة العقارية ولات بزاف منها ممكنة ديرها أونلاين. الهدف هو محاربة الرشوة والتأخير، ولكن الصراحة باقي التطبيق فيه مشاكل في القرى والمدن الصغرى. 3. الضرائب العقارية. 2025 جابت معها ضرائب جديدة على العقار، خصوصا للناس اللي عندهم أكثر من عقار واحد. اللي عنده كار وحدة معفي، اللي عنده 2 ولا 3 ولا أراضي خاوية خاصو يخلص ضريبة سنوية. الدولة كتقول الهدف هو محاربة الاحتكار وتشجيع العرض في السوق، ولكن بعض الخبراء كيشوفوا أن هذا القرار ممكن يزيد يضغط على الطبقة الوسطى اللي باغية تدخر في العقار. 4. إجراءات ضد المضاربات. البرلمان صادق على قوانين كتحاول توقف المضاربة في العقار. ما بقوش الشركات يقدروا يشريوا أراضي كبيرة ويخليوها خاوية باش يبيعوها من بعد بثمن مضاعف. خاصهم يستثمروا ويبنيوا في واحد الآجال محدودة. إلا ما داروش الدولة تقدر تفرض عليهم غرامات كبيرة. 5. تشجيع السكن الاجتماعي. الدولة ما نساتش الفئات الضعيفة والمتوسطة. كاين برنامج جديد كيعطي دعم مباشر للناس اللي باغيين يشريو سكن اجتماعي. الدعم كيوصل حتى ل100 ألف درهم لبعض الحالات. الهدف تسهيل الولوج للسكن اللائق خصوصا للشباب. واش كتشوفوا أن هاد القوانين غادي تحل المشاكل ولا غادي تزيد تعقد الوضع؟ كتبوا لي رايكم في التعاليق، حيت بغيت نعرف كيفاش كيشوفها المواطن البسيط. دابا وصلنا للجزء اللي كيتسناه بزاف ديال الناس. شنو هي الحلول المقترحة؟ واش كاين امل نخرجوا من هذه الازمه العقاريه؟ ايوا دابا من بعد ما عرضنا المشاكل بالارقام وبالامثله وجبنا المستجدات القانونيه اللي جات في 2025، خاصنا نحاولوا نجاوبوا على السؤال الكبير: شنو هي الحلول اللي ممكن تخرج المغرب من ازمه العقار؟ 1. اصلاح منظومه العقار والشفافيه. خاص تكون قاعده بيانات وطنيه واضحه فيها جميع العقارات، شكون المالك، شنو الوضعيه القانونيه، واش الارض محفظه ولا لا. هاد الشفافيه غادي تحمي الناس من النصب ومن بيع نفس العقار لاكثر من شخص. بزاف ديال الدول المتقدمه داروا منصات رقميه كتعطيك جميع المعلومات قبل ما تشري. 2. تشجيع البناء العمودي. الحل باش نخفوا الضغط على الاراضي هو نوجهوا نحو البناء العمودي، اقامات عاليه. بهذه الطريقه كيتوفروا مساحات اكبر للناس وكيتبناو احياء منظمه فيها مدارس، حدائق وخدمات. بزاف ديال الخبراء كيأكدوا أن المدن المغربية ماشي خاصة توسع على حسب الأراضي الفلاحية، بل خاصة تطلع للفوق. دابا واحد الرسالة قوية اللي خاص نوصلوها للناس كاملين: الأمل باقي والمغرب عنده الإمكانيات باش يتجاوز أزمة العقار. إيوا خوتي وخواتاتي، وصلنا لنهاية هذه الرحلة الطويلة في العقار المغربي. شفنا المشاكل الكبيرة، الأسعار المرتفعة، التعقيدات القانونية، القروض الصعبة، النصب واللوبيات اللي كتحكم السوق. ولكن شفنا حتى الأمل،
شفنا المستجدات القانونية، الرقمنة، ودور الدولة والجالية في خلق حلول واقعية. أول حاجة، ما تفقدوش الأمل. المغرب عنده الإمكانيات باش يحل هاد الأزمة، ولكن خاص إرادة حقيقية من الدولة زائد وعي المواطنين. تاني حاجة، المعرفة قوة. أي واحد فينا خاصو يعرف حقوقه، الإجراءات والقوانين باش يحمي راسو من المشاكل. ثالث حاجة، شارك المعلومات. كل ما عرفتوا نصائح أو حلول شاركوها مع العائلة، الأصدقاء والجالية. هادشي كيعاون بزاف الناس باش ما يطيحوش في النصب ولا التأخير. دابا بغيت نسمع منكم آراءكم. شنو أكتر مشكل كيضايقكم في العقار المغربي؟ شنو الحل اللي كتشوفوه مناسب؟ كتبوه لينا في التعاليق، حنا ديما كنقراو كل تعليق وكنجاوبوه. المغرب قادر يكون رائد في العقار في إفريقيا إلا تعاوننا كاملين، المواطنين، الدولة، المستثمرين والجالية. خليونا نكونوا جزء من الحل ماشي جزء من المشاكل. كل خطوة صغيرة كتقربنا من سوق عادل، شفاف ومتنوع اللي يرضي جميع الطبقات ويعطي أمل للشباب. شكرا بزاف على المتابعة ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وبارطاجيو هذا الفيديو مع كل واحد مهتم بالعقار باش نوصلوا المعرفة لأكبر عدد ممكن. إلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة على العقار في المغرب 2025 وحلول عملية واقعية، والله يوفقنا كاملين.